تخيل كده لو قمت الصبح لقيت تليفونك مشحون 100%، بس اول ما تدوس على اي ابلكيشن الموبايل يفصل شحن تماما. جربت تحطه في الشاحن ما بيفتحش، جربت تفتحه ما بيفتحش مع انه سليم وما فيهوش حاجه. هو ده بالظبط اللي بيحس بيه مريض الاكتئاب. هو مش دلع ولا قاعده في البيت ولا قله ايمان، الموضوع اكبر بكتير من مجرد مود مش مظبوط. احنا النهارده مش جايين نقول كلام تنميه بشريه من بتاع اضحك للدنيا تضحك لك، احنا النهارده جايين نفك شفرات المخ ونعرف ليه السيروتونين قرر يخاصمنا وليه احيانا عقلنا بيتحول لاكبر عدو لينا. بص يا سيدي، مخك ده عبارة عن مدينة كبيرة جدا والبيوت اللي فيها هي الخلايا العصبية. عشان البيوت دي تتواصل مع بعضها بيبقى فيها ساعي بريد بيتحرك ما بينهم، بيبقى شايل رسائل مهمة جدا، والرسائل ديت هي اللي بتخليك تفرح او تحزن او تركز او تنام او تحس بالشبع. ساعي البريد ده في العلم بيسموه النواقل العصبية، واهم اتنين يهمونا النهاردة هما السيروتونين هرمون السعادة والهدوء، والدوبامين هرمون المكافأة والنشاط. ايه بقى اللي بيحصل في الاكتئاب؟ تخيل ان مصلحة البريد ديت حصل فيها مشكلة او لخبطه فجأة، الرسائل ما بقتش بتخرج اصلا، يعني السيروتونين عندك قليل، فمهما حصلت حاجه حلوه حواليك مفيش رسائل فرح بتوصل لبيوت مخ. ساعي البريد ده بقى بيسرق الرساله في عمليه رخمه كده في المخ اسمها اعاده الامتصاص، وهي ان الخليه اللي بتبعت الرساله بتقوم سحبها بسرعه جدا قبل ما الخليه الثانيه تلحق تقراها، فبتحس انك مطفي ومش طايق كلمه من حد. هو الموضوع جينات ولا بيئه؟ الحقيقه الاثنين. العلم بيقول ان في ناس عندها استعداد وراثي ان مصلحه البريد عندها اتلخبطت بسرعه، وبتيجي ظروف صعبة أو ضغط نفسي مستمر وتكون هي القشة اللي بتقطم الظهر البعير بتوقفه تماما. طب يعني ايه؟ يعني الموضوع مش في ايدك انك تدوس على الزرار فتبقى كويس، لان المشكلة البيولوجية بحتة في الكيمياء حرفيا متلخبطه، وعشان كده احيانا بنحتاج مهندسين كيمياء اللي هو الدكتور يعني عشان يرجع يظبط حركة البريد ديت تاني. بص بقى يا سيدي، لو فاكر ان مريض الاكتئاب ده لازم يكون قاعد في اوضه ضلمه وماسك مناديل وبيعيط طول الليل، تبقى لسه ما تعرفش الاكتئاب المستخبي. ده مكار جدا، ممكن يظهر في اشكال تخليك تروح لدكاتره بطن او عظام، وانت مشكلتك اصلا في كيمياء المخ. خد عندك الاربع اقنعه دول، قناع النسيان والتهنيج. تلاقي نفسك كده فجاه ناس انت ركنت العربيه فين وبتسرح في نص الكلام لو انت قاعد مع شله اصحابك، وتدخل الاوضه وتنسى انت كنت داخل تعمل ايه. في العلم ده اسمه ضبابيه الدماغ. مخك من كتر التعب بيفصل شحن عن مراكز التركيز والذاكره عشان يوفر طاقه. 2. قناع الوجه اللي ملوش سبب، تصحى بوجع في ظهرك او صداع ما بيخلصش او قولون العصبي مبهدلك، تروح تعمل اشاعه وتحاليل تلاقي نفسك زي الفل. طب ليه؟ لأن المخ لما بيتعب بيبدأ يترجم الألم النفسي كإشارات وجع حقيقية بتحصل في الجسم، كأنه بيصرخ بس بطريقته. 3. قناع العصبية والنرفزة، وده خصوصا منتشر عند الرجالة. الاكتئاب مش دايما هدوء وانعزال، ساعات بيبقى خلق ضيق، بتنفجر في أتفه الأسباب وتتخانق مع دبان وشك، وأنت أصلا في الحقيقة مش عصبي، أنت بس مخزون الصبر عندك خلص بسبب المعركة اللي جواك. 4. قناع النوم اللي ما بيشبعش أو الأكل العاطفي. في ناس لما بتكتئب ما بتاكلش، بس في نوع تاني بياكل الاخضر واليابس خصوصا السكريات عشان يعوض نقص الدوبامين او يهرب بالنوم 12 ساعه ويقوم برضه حاسس انه مكسر. وده مش كسل، ده هروب اضطراري من الواقع. ولو لقيت نفسك لابس قناع من دول بقالك فتره اكتر من اسبوعين، ما تقولش انا مهمل وانا فاشل، قول انا محتاج مساعده. تعالوا بقى نخش على البعبع اللي في جيب كل واحد فينا، السوشيال ميديا. احنا بقينا عايشين في عصر المقارنه الضلمه. زمان كان اخره يقارن نفسه بابن عمه عشان جاب درجه اعلى منه، انما دلوقتي انت بتقارن الكواليس، حياتك متلخبطه بافضل اللقطات، حياه ناس تانية خالص. ليه السوشيال ميديا عدو السعاده؟ العلم بيقول 3 اسباب. فخ المقارنه الاجتماعيه، انت بتصحى من النوم شعرك منكوش ومستني دورك في الحمام، تفتح الانستجرام تلاقي صاحبك منزل صوره وهو بيشرب قهوه في المالديف. عقلك الباطن بيدي اشاره فوريه لمركز الالم في المخ، انت حياتك فاشله، مع ان يكون الشخص ده متخانق مع مراته قبل الصوره بدقيقتين، بس انت ما شفتش غير الكادر اللي هو اختارهولك. الدوبامين الرخيص، كل لايك او كومنت بيجيلك بيفرز في مخك نتفه. الدوبامين في مخك اتعود انه ما ياخدش السعاده غير من التليفون، ولما تقفل التليفون الدوبامين بيقع فجاه، فتحس بفراغ رهيب وزهق انت مش عارف السبب ايه، فترجع تفتح الموبايل تاني وبنلف في ساقيه بقى. الادمان الرقمي، متلازمه الخوف من فوات الفرصه، الخوف من ان يفوتك حاجه، ده التوتر اللي بيخليك تفتح التليفون كل 5 دقايق عشان تشوف مين نزل ايه ومين سافر فين. التوتر المستمر ده بيخلي هرمون الكورتيزول وهرمون الاجهاد عالي دايما في مخك، وده العدو اللدود للسيروتونين اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه. السوشيال ميديا والاكتئاب المبتسم، اكتر حاجه بقى ان السوشيال ميديا خلتنا نمثل اننا كويسين، تنزل الصوره بضحكه عريضه وانت اصلا بتبقى مخنوق من جواك، وده بيعمل انفصال ما بين حقيقتين وبين صورتنا قدام الناس، وده اقصر طريق للاكتئاب اللي انت تقعد على السرير.
طب نعمل ايه؟ الديتول الرقمي. جرب كده تقفل الاشعارات التطبيقات اللي هي مش مهمه، قاعده ال 30 دقيقه، اول نص ساعه بعد ما تصحى واخر نص ساعه قبل ما تنام التليفون ما يلمس ايدك. صدقني مخك هيشكرك جدا. افتكر دايما الشاشات بتورينا الفلتر مش الحقيقه. احنا الجيل اللي عندنا الاف الاصدقاء على الفيسبوك وما بنلاقيش واحد نكلمه لما نبقى مخنوقين بجد، ودي في حد ذاتها ازمه علميه واجتماعيه. في النهايه يا صاحبي، لو انت حاسس انك في بير عميق ومحدش سامع صوتك، احب اقول لك انك مش لوحدك، وان اللي انت فيه ده مش حكم مؤبد، ده مجرد عطل فني في كميه مخك، واي عطل في الدنيا ليه صيانه. رسالتي ليك ما تحملش نفسك فوق طاقتها. العلم بيقول ان الاكتئاب بيسحب طاقتك لدرجه ان غسيل سنانك بتبقى مهمه شاقه، فبالك بقى مواجهه الحياه. بلاش تجلد ذاتك وبلاش تسمع اللي بيقول لك اضغط على نفسك، انت بس محتاج تطبع على نفسك وتفهم ان المرض ده زي اي مرض عضوي ملوش اي علاقه بضعف شخصيتك. طب ليه لازم تطلب المساعده؟ لاننا احيانا بنحتاج دليل يمسك ايدينا في الضلمه. الطبيب النفسي او المعالج مش موجود عشان يديلك حقن ولا عشان يقول لك معلش، هو موجود عشان يرجع يظبط الوايرنج او التوصيلات اللي اتلخبطت جوه. اطلب المساعده لو ما بقتش تستمتع بحاجه انت بتحبها، او النوم بقى عدوك او مهربك الوحيد، او لو تحس ان وجودك ما عادش ليه لازمه. اطلب المساعده لانك تستاهل تعيش، مش بس تستاهل تفضل عايش، لا انت تستاهل تستطعم الحياه بجد وتشوف الوانها اللي الاكتئاب حاليا مغميها، اكنك لابس نظاره سوداء. كلمه للي حوالين مريض الاكتئاب، ارجوكم بلاش نصايح من النوعيه قوم اتوضى وصلي، انزل اتمشى. هو مش محتاج نصايح، هو محتاج حضن ومحتاج يحس انك فاهم تعبه ومقدره. احيانا كلمه انا جنبك ومقدر اللي انت فيه بتعمل اللي ما يتعملش. الخلاصه الاكتئاب كده بيقنعك انك لوحدك وان مفيش فايده، بس العلم بيقول ان في فايده وفي علاج وفي حياه مستنياك في حته تانية خالص بعيد عن السواد ده. لو حسيت ان الحلقه ديت لمستك او فكرتك بحد، شاركها معاه، يمكن تكون انت السبب انك تنور ضلمه حد غيرك. اشوفكم الحلقه الجايه، في امان الله.